لا ده انا هقف هنا بالظبط يا باشا اقف يا باشا. تعالى نعمل معاك لقاء. معلش بقى عشان كورونا. لا لا مفيش مشكلة. يلا امامنا ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4. سامعين يا جماعه؟ طب قرب انت شوية. ايه؟ قرب شوية. انت هتسمعني ولا مش سامعني؟ سامعك، علي صوتك بقى شوية. 1 2 3 4. كويس كده؟ كابتن محمد الشناوي الاسطوره. حبيبي تسلم لي. طبعا اسطوره. لا ربنا يخليك يا ما شاء الله لا قوه الا بالله. ربنا يخليك. لا مرايه ايه؟ ماشي 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 يا عم. ده حبيبي ده يا عم، ده حبيبي ده يا عم. هنخلص ونروح نتعشى سوا دلوقتي. عشان كبده جامد. كبده جملي. حبيبي ملايين. كبده كان زماننا عايشين. اه والله العظيم. والله هي دي اللي بتدي صحه وباور. زمان كانوا بياكلوها كده. انا باكلها كده والله العظيم. نيه. يا عم. كلام بجد؟ والله. ده صعب قوي. انا بذبح في العيد بقى من كده. اوعى يكون الست متسجل، الناس كلها هتيجي يوم العيد. ده ليله مع ليله ما يعلم بها الا ربنا يا صاحبي، مش هتلاحق. احنا طالعين على الهوا يا باشا. سلامة لله بقى. احنا بنقول حاجه جهز غلط. المائده. بص طالما بتحترم الناس اعمل اللي انت عايزه. بالظبط كده. يلا ولا ايه؟ كابتن سيد اقسم بالله ده بالذات ده حاجه. قفشه حبيبي. توقع مين في النهائي؟ يعني ما بحبش تقابل مين بصراحه. اتوقع قابل مين؟ أيوة. لا احنا النادي الاهلي وانت عارف حاجه زي كده، وانا انا شخصيا ما بقلقش في الكوره من حد، لكن الكوره فيها خساره وفيها مكسب، فنتمنى الاثنين ربنا يكرمهم واللي يصعد احنا جاهزين يعني ان شاء الله. جاهزين يعني؟ ان شاء الله جاهزين. حبيبي حبيبي. يلا. ايه؟ هات الباك دروب يلا. معايا كابتن محمد مجدي قفشه. حبيبي انا ما طلعتش، انا مستني عادل يجيبه، انا ما طلعتش قوي. ايه؟ لا خليك. لا هو عشان هنلم ده كله، الكاميرا هتبقى بعيده. لا يا محمد والله ان هي حلوه. احنا نضاف. والله احنا نضاف ومحترمين. سيبك من كل ده. العزومه فين وامتى؟ يا باشا انا يا عم يحيى. عارف انا نفسي اروح البلد يا محمد، بس صاحبي اللي مات ده ما اقدرش اروح احتفل. سامع الاستوديو يلا. ايه؟ يلا انا سامع. يلا اتفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. دي النهارده هتكون مايكل. بسم الله. مبروك يا سيدي. حبيبي الله يبارك فيك. مبروك يا حسين. حبيبي الله يبارك فيك. تلحق تتسحر؟ انا بيتي هنا الحق انا صح، انتوا هتسحروا معايا بقى. لا فعلا. مع ابن مدينة المنصورة البار. ألف مبروك. الله يبارك فيك. تتوقع تقابل مين في النهائي؟ والله دي بتاعت ربنا، دي بتاعت ربنا. أنا عارف إنها بتاعت ربنا. ما حدش عارف، احنا ان شاء الله نشوف مين اللي هيصعد باذن الله، وهنركز برضو ان احنا ان شاء الله ناخد البطوله باذن الله. كل الأمنيات بالتوفيق يا مراد. ربنا يخليك. الله يسلمك. حاضر حاضر. تعال طيب احنا قاطعين علينا ولا ايه؟ ولا الريد لايت مش قاطعين؟ كابتن سيد مبروك. الله يبارك فيك يا ابو حميد. ازيك انت؟ ما زالت المتابعات مستمرة وردود الأفعال بعد فوز الأهلي واقتناصه لقب دوري الأبطال الإفريقي. معي رامي ربيعة نجم من نجوم الأهلي. حبيبي منور الدنيا والله، وبرحب بكابتن وائل طبعا. يلا يا يحيى يلا يلا. شناوي خليك يا شناوي. يلا يا جماعة أنا معايا بيتسو مستر بيتسو موسيماني. هتخش هوا؟ حبيبي الحمد لله. عامل ايه؟ يلا يا جماعه
إذا الأهلي يتوج باللقب الأغلى له ولجماهيره بالفوز على الزمالك في مباراة صعبة بهدفين مقابل هدف. ومعي الآن المايسترو لهذه الفرحة وهو بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي. مستر بيتسو congratulations. إذا فوز عريض الأهلي برباعية أمام شقيقه وفاق الصيف. مع الآن الكابتن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي. ألف مبروك. الله يبارك فيك. ببارك طبعا اللعيبه النهارده كانوا رجاله، وببارك للجهاز الفني وببارك للاداره. إذا ما زالت لقاءاتنا مستمرة مع الآن الكابتن بيتسو موسيماني مدرب فريق الأهلي. Sir, congratulations. Thank you very much. Thank you so much, sir. And I let you to drink your tea. You're welcome. Thank you. Tea or Green tea. okay, thank you. كان هذا لقاء مع بيتسو موسيماني مدرب الأهلي، وهذه عودة إليكم. نعم بالفعل، إذن فوز غالي للأهلي على شقيقه الهلال والتأهل رسميا إلى الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا. معي يعني نجمان من نجوم النادي الأهلي، كابتن حسين الشحات وكابتن ياسر إبراهيم. أبدأ بمين؟ مفيش مشكله، احنا الاثنين واحد يعني؟ واحد. نبدأ بقى مدام واحد. ألف مبروك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك فيك يا حبيبي. الحمد لله الحمد لله. حسين الشحات نزل خلص، سحر فين؟ في المنصورة ولا في لا في ضغط مباريات كتير، اتسحر هنا بقى مع العيله هنا، فول وطعميه وبتاع، انت فاهم بقى. الله يسهل. رمضان كل سنه وانت طيب. كل سنه وانت طيب. عيد رمضان. الف مبروك. اذا هذه عوده اليكم بعد لقاءين مع كابتن حسين الشحات وكابتن ياسر ابراهيم. هذه الجماهير التي تراها في خلفيتي، هذه الجماهير التي لم تهدأ حتى الآن منذ قرابة الثلاث ساعات، وهي تنادي على لاعبي الأهلي واحدا واحدا لدى وصول الحافلة الخاصة بفريق الأهلي. كانت الهتافات إفريقيا يا أهلي، إفريقيا يا أهلي. لم تهدأ هذه الجماهير ولن تهدأ طوال 90 دقيقة. في النهاية يعني تخرج هذه الجماهير فرحة بإذن الله. تحياتي لك زميلي أحمد، وتحياتي لضيوفك الكرام ولكل مشاهدي البين سبورتس. كما ذكرت، هذه الجماهير العظيمة التي لم تهدأ حتى الآن وتؤازر فريقها. تعال 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 نكسب أفريقيا. هذه الهتافات فور وصول حافلة الأهلي ومنذ استقبال الجماهير للحافلة بالخارج. أفريقيا يا أهلي، أفريقيا يا أهلي. نداءات تهز أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي، أجواء أكثر من حماسية، حتى أن الطقس يتعاطف اليوم مع الأهلي. الطقس جميل الليلة، لا توجد أمطار والطقس ليس بالبارد. إذا الأجواء كلها حماسية وأجواء ساخنة هنا في استاد القاهرة الدولي لمؤازرة فريق الأهلي. هذه الجماهير هتافاتها لم تتوقف كما ذكرت لك، حتى أن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق سان داونز نزل إلى أرضية الملعب رفقة لاعبيه، وكان يحيي هذه الجماهير وحرص عن أن يلتقط بعض الفيديوهات لهذه الجماهير. عندما اقتربت من موسيماني وسألته لماذا تلتقط فيديوهات للجماهير، قال أنا أعشق هذه الجماهير وأنا أود دائما أن أحتفظ بهذه الذكريات الجميلة. مثل ما أكد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق أنه يعني يقدر ويحترم فريق الأهلي أحد كبار القارة، وأنه يعني يسعى للخروج من هنا بنتيجة إيجابية، ولكنه وفقا لما ذكر الجميع أنه دائما صاحب تصريحات خادعة. إليك العودة زميلي أحمد، كانت لديك أو لضيوفك الكرام أي استفسارات أخرى؟ وبإذن الله النصر أهلاوي، نصر أهلاوي إن شاء الله. مساء الخير الأستاذ إبراهيم مبارك، ومساء الخير على كل الزملاء اللي موجودين. كل سنة وأنتم طيبين وفي أتم صحة وسعادة يا رب. محمد، حد بيوصل لهم؟ طيب حد يقدر يوصل لهم؟ خلي بالك العدسة يا يحيى. ايوه، كيف الحال؟ تمام الحمد لله. هم بيحاولوا يتصلوا بك الان. الشبكة ضعيفة جدا هنا، فممكن تحاول تكلمني دلوقتي؟ بيحاولوا يتصلوا بك، ما تسكرش. يلا يلا يلا، سلام سلام. تحياتي لكم جميعا من هنا من ملعب السلام بالقاهرة، حيث أجواء حماسية، أجواء ساخنة جدا هنا في ملعب السلام، حيث لقاء قوي بين الشقيقين الأهلي ووفاق الصيف. أجواء ساخنة كما ترون، ويستطيع زميلي المصور أن يستعرض لكم الآن قرابة 20,000 من مشجعي الأهلي الذين لم يهدأوا في صيحات لمؤازرة فريقهم، لأن الكل يعلم أن هذه المواجهة
مواجهة لن تكون بالسهلة أمام منافس قوي كأوفاق سطيف، والكل يطمح إلى عبورها بالنجاح من أجل تسهيل مهمة الإياب. جماهير لم تهدأ في هتافات اصحى فوق اصحى فوق للاعبين لتحفيزهم، وهي لاعبو الأهلي الآن يجرون عمليات الإحماء إضافة أيضا إلى لاعبي وفاق سطيف. تحياتي لك يا أحمد وتحياتي لضيوفك الكرام ولكل مشاهدي البين سبورتس. بالتأكيد أجواء ساخنة هنا في ملعب السلام، حيث جماهير الأهلي قرابة 4500 من المشجعين من جماهير الأهلي الذين أتوا لمؤازرة فريقهم يعون جيدا أن الأمر صعب. الأهلي لديه نقطة واحدة، ومنذ أن وطأت أقدامهم إلى مدرجات ملعب السلام وهم يحفزون اللاعبين، حتى أن الكاميرا تستطيع أن تلتقط إليك بعض اللقطات الآن لهذه الجماهير التي لم تهدأ، متواجدة بصيحات إفريقيا يا أهلي إفريقيا يا أهلي، يحفزون اللاعبين لتحقيق الفوز. لاعبو الأهلي الذين يجرون الآن عمليات الإحماء قبيل المواجهة. عفوا باشا، الصورة هنا ولا أجمل ولا أروع، أجواء حماسية، أجواء مشتعلة. لن يتكلم أحمد نوير، ولكن الذي سيتكلم هو الصورة التي ترونها الآن. الجماهير الأهلوية، زميل المصور يستعرض لكم منذ أن وطأت أقدامهم وهم في صيحات تشجيعية ومؤازرة لفريق الأهلي، لأن الكل يعلم أن المواجهة مواجهة قوية أمام منافس قوي شقيقه الرجاء المغربي، يعني فريق من الفرق الكبرى ومن كبار القارة، لذا ستكون المواجهة مواجهة قوية. لذا كانت المؤازرة منذ البداية، منذ أن وطأت أقدامهم إلى ملعب المباراة وفي المدرجات، وهناك هتافات حماسية. قرابة 20,000 من المشجعين الأهلوية، وهو العدد المسموح به من قبل الكاف، هم متواجدون الآن من مؤازري الأهلي ومشجعي الأهلي. مساء الخيرات عليك زميلي مهند ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدي البين سبورتس. بالتأكيد أجواء ساخنة هنا في استاد القاهرة الدولي، ولما لا فاللوحة الجمالية للجماهير التي أتت لمؤازرة الأهلي، قرابة أو ما يزيد عن 10,000 من الجماهير المتواجدة بصيحاتها بتحفيزها للفريق. لديهم يعني حافز قوي في الصعود إلى المباراة النهائية أو إلى الدور النهائي من دوري الأبطال الإفريقي. هذه هي البطولة المحببة لجماهير الأهلي، لذلك صيحاتهم مستمرة ما بين الحين والآخر كما تتابعون عبر شاشة بين سبورتس. تحياتي لك حلا وتحياتي لعلي وتحياتي لكل مشاهدي البين سبورتس. كل عام وأنتم بخير في هذه الليلة الكرنفالية في استاد القاهرة الدولي. قرابة 50,000 أكثر من 50,000 من مشجعي الأهلي متواجدون حاضرون منذ ساعات لمؤازرة فريقهم. بس أنا كنت عايز أجيب الجمهور. يحيى مش عايزين نظهر الساعة، ها؟ حتى لو أنا خرجت هي مش ظاهرة؟ تمام كده خلاص يا باشا. لا يا باشا احنا معانا ناس محترفة يا عم. ده أبو ياسين، ده علامة مسجلة ده يا باشا، أبو ياسين. صباح الفل يا أبو الروم. ما عندناش الكلام ده يا باشا، كل حاجة مدروسة ومحسوسة. ما لا نترك أشياء للصدفة أبدا أبدا. يا عم كنت خدتنا مع كيدان على الهوا كنا أزأزنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 أهلا بيكم، أهلا وسهلا. الشناوي داخل اهوت. طب ما يلا واللعيبة داخلة كده عشان تبقى الموضوع لطيف يعني. يلا 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 يا يحيى، جاهز يا رامي؟ تحياتي لك كيدان، تحياتي لكل مشاهدي البين سبورتس من ملعب السلام، حيث يتوهج الآن الملعب بصيحات الجماهير المؤازرة لفريق الأهلي، والتي أتت منذ ساعات لمؤازرة الفريق للوقوف إلى جانبه. منذ لحظات نزل محمد الشناوي ورفاقه من اللاعبين إلى أرضية الملعب لإجراء عمليات الإحماء، وكما ترى وتتابع الجماهير عبر شاشة البين سبورتس أجواء حماسية ولا أروع هنا في ملعب السلام لتحفيز اللاعبين. ولما لا فالأهلي في موقف لا يحسد عليه.
الأهلي لديه نقطة واحدة في المركز الثالث في المجموعة. الأهلي أداءاته ونتائجه الماضية غير مرضية للجماهير، وبالتالي هناك حافز قوي لدى الجهاز الفني، حافز قوي لدى اللاعبين. تحياتي لك أحمد وتحياتي لكل مشاهدي البين سبورتس، وطبعا لضيوفك الكرام اليوم في ملعب السلام، هذا الملعب الذي يعني تحتشد فيه الجماهير كما ترى في خلفيته أعداد كبيرة قرابة 10,000 من الجماهير الأهلوية التي أتت لمؤازرة فريقها خلال هذه المواجهة. كما تتابعون صيحات بين الحين والآخر، النداءات على اللاعبين بأسمائهم، واللاعبون يتفاعلون بشكل قوي مع هذه الجماهير الحاضرة والمؤازرة لفريقها من أجل تحقيق الفوز اليوم، الفوز الأول للنادي الأهلي في دور المجموعات. الكل يتوق شوقا لتحقيق هذا الانتصار، حالة من التركيز الشديد لدى الجميع كما ترى حتى على دكة البدلاء، الكل في حالة من التركيز قبيل انطلاق المباراة. حسين الشحات نزل على الرغم من أنه لن يشارك في المواجهة لكنه متواجد لمؤازرة زملائه، الكل على قلب رجل واحد لتحقيق الانتصار الأول للنادي الأهلي الليلة بإذن الله. كما تتابعون الكابتن سيد عبد الحفيظ في حالة من التركيز الشديد، وأيضا الجهاز الفني. إذن التركيز هو شعار النادي الأهلي من أجل تحقيق الانتصار الأول له. تحياتي لك ناتالي وتحياتي للزميل أمين ولكل مشاهدي البين سبورتس. أجواء هنا ساخنة جدا كما تتابعين ناتالي، وكل المشاهدين عبر شاشة بين سبورتس العملاقة يتابعون. أبدأ بهذه الجماهير العملاقة، جماهير النادي الأهلي التي أتت منذ قرابة 6 ساعات أو 4 ساعات ويؤازرون فريقهم بصيحات بين الحين والآخر. وفور نزول محمد الشناوي ومصطفى شوبير إلى أرضية الملعب لإجراء عمليات الإحماء. تحياتي لك أحمد ولضيوفك الكرام ولكل مشاهدي البين سبورتس. أجواء ساخنة هنا في ملعب السلام، أجواء ملتهبة، وما يعني زاد هذا الحماس الكبير هي أصوات هذه الجماهير العظيمة، جماهير الأهلي التي أتت منذ قرابة 4 ساعات إلى 5 ساعات. الصيحات متوالية ومتتالية ما بين الحين والآخر. فور نزول اللاعبين إلى أرضية الملعب كانت الهتافات للاعبين بأسمائهم فردا فردا، وكانت التحية من اللاعبين للجمهور ولما لا. فهذه الجماهير أتت وتؤازر بكل قوة، وهي تعي أن المواجهة لن تكون بالسهلة أمام ميلودي سان داونز، هذا الفريق الكبير، مواجهة من العيار الثقيل.